كنت بحلم بنفس الحلم كل يوم تقريبا، حلم مرعب جدا ومخيف، وكل يوم بيتكرر نفس الحاجة. مش ببقى قادر أنام لفترة طويلة، وبعدها بروح للسرير بس برضه مش بقدر أنام. بطفي النور وأفضل باصص للسقف لحد ما أروح في النوم غصب عني. بحاول أقاوم النوم بسبب الخوف من الحلم إن هو يتكرر، بس بنام غصب عني. وبعدها فورا بقوم تاني بسبب إني ببقى متكتف، مش عارف أعمل أي حاجة ولا قادر أحرك صباع واحد حتى. ببقى شايف كل حاجة في الأوضة كأنها حقيقة بالظبط. وبعدها بشوية بيجي المخلوق اللي بيجي دايما، وشه مرعب جدا، دقنه وشعره طوال، ولون جلده مش لون جلد بني آدم، وبيبقى مبتسم ابتسامة مخيفة ومبرقلي. أسنانه حادة جدا، وجسمه رفيع لدرجة العظم بيكون باين، وماسك منشار في إيده، والمنشار ده عليه دم. في الأول كنت بشوف المخلوق ده كل فترة، بعد كده بقى بيجيلي كل يوم بالليل، وحاليا بيجيلي في أي وقت أنام فيه. وبعدها بيبدأ يقطع في رجلي بالمنشار اللي معاه. ببقى شايف وحاسس بوجع شديد كأنه حقيقي بالظبط، بس مش ببقى قادر أتحرك ولا أهرب منه. وبيبقى عمال يضحك وهو بيقص في رجلي. والموضوع ده مستمر على كده بقاله فترة كبيرة، وكل يوم نفس الحلم باستمرار. بس بعد فترة اختفى، مبقاش يجي مرة تانية. وبعدها جه تاني، بس المرة دي كان أسوأ من قبل كده. بقيت عينه حمرة جدا وشرس أكتر، ووشه كله مليان دم. وساعتها مد إيده وكان هيجيبها على وشي، بس مرة واحدة غرس إيده في صدري وبقى بيدوس جامد. وبعدها جت الضلمة. احنا حاولنا نعمل اللي علينا، بس للأسف السرطان كان اتمكن من عظمه. بتر رجله ما ساعدش غير فترة صغيرة، وبعدها الورم رجع تاني بس أكبر وجاله في الرئة. البقية في حياتك، ما كانش في إيدينا حاجة نعملها. الدكتور قال لي الكلام ده على مروان جوزي. ما تنسوش تعملوا لايك للقصة لو عجبتكم، وتشيروها عشان توصل لأكبر عدد ممكن.